اليومين دول كل ما تفتح الفيسبوك أو التيك توك تلاقي نفس الجملة: كندا خلاص وقعت، كندا بقت مستحيلة، الناس بتهرب، حتى الكنديين بيسيبوها. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش راضي يقولها: السلبيات اللي أنت بتشوفها أونلاين مش هي الواقع الكامل. 90% من الناس اللي بتتكلم عن أغلى مكانين في البلد: تورونتو وفانكوفر. اللي أصلا هم من أغلى العواصم في العالم. لكن لو خرجت بره الحتتين دول هتلاقي ناس عايشة بنص التكلفة ومرتاحة جدا، وحالتهم أحسن من أول ما جم ب10 مرات. فخليني أقولك الحقيقة بمنتهى المنطق من غير تهويل ولا تلميح. يلا بينا. أول سبب إن أغلب الناس اللي بتشتكي عايشة في أغلى مدينتين، مش بس في كندا لكن الأغلى في العالم كله: تورونتو وفانكوفر. الإيجارات نطت بشكل جنوني، المنافسة عالية على الوظائف، لازم يكون دخلك فوق ال80,000، وده رقم مش بسيط لكتير من اللي لسه بادئين حياتهم. فإيه اللي بيحصل؟ الناس بتربط تورونتو بكندا كلها، وده غلط كبير. كندا فيها 10 مقاطعات مش مدينة واحدة، الحقيقة اللي كتير بيخبوها وما بيقولوش عليها. الدخل بيختلف والتجربة بتتغير، وهنا بقى المفاجأة: في مقاطعات البراري زي ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا الدخل أقل بس الإيجارات نص السعر، والشغل متوفر أكتر، والحياة أهدى برضه، والنظام أسهل. في ناس هناك عايشة ب40,000 في السنة ومرتاحين. نفس الشخص ده لو راح تورونتو هيتدمر ماديا ونفسيا بال40,000. ليه الناس بتصدق السلبيات بسرعة؟ لأن الفيديوهات السلبية بتجيب مشاهدات عالية. الناس بتحب الدراما، بتخاف من أي تحدي. بس اللي مش بيقولهولك إن كل بلد في العالم عندها صعوبات. الفرق إنك في كندا عندك طرق حقيقية تقدر تحسن وتتطور وتبني مستقبل ثابت. أيوة في مشاكل، بس في حلول قوية برضه. مش هنكدب على بعض، في مشاكل، في إيجارات عالية، في انتظار في الصحة طويل، الشغل محتاج لغة وخبرة، لكن دايما في حلول. وفي ناس كتيرة نجحت هنا فعلا. ناس نقلت لمقاطعات أرخص أول سنة، ناس بدأت تشتغل شغل بسيط وجمعت خبرة، ناس اتطورت لغتها وانتقلت لشغل محترم في سنة أو سنتين، وناس بتبني بيتها وبتشتري عربية. اللي بينجح هو اللي جه بخطة مش بالحلم الوردي. أهم نصيحة: اختار كندا اللي تناسبك، مش كندا اللي انت بتشوفها على الانترنت. لو انت شخص بيحب الهدوء ابدأ في مقاطعات زي مانيتوبا أو ساسكاتشوان. لو عاوز تشتغل في الاي تي او الفاينانس روح اونتاريو. لو بتحب الطبيعة والبحر روح بريتش كولومبيا، بس استعد للتكلفة. لو هدفك تجمع فلوس وشغال في البترول روح ألبرتا، هي الخيار الأول لناس كتير. في الآخر كندا لا هي جنة ولا هي جحيم، هي بلد فيها فرص، بس محتاجة اختيار صح وصبر وشغل. واللي بيختار صح بيتحسن وبيوصل وبيعيش بكرامة. ولو عاوز تعرف المقاطعات المناسبة ليك أو عاوز نصيحة قبل ما تيجي اكتبولي في التعليقات تحت وأنا هجاوبكم. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، هتغير طريقة تفكيرك 180 درجة عن كندا. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.